الحكى الدكتور على موضوع قانون الحشد وهذا كلش يهمني. الموضوع ما يتعلق بالحاج فالح الفياض كشخص. اكو 60,000 من المجاهدين. 60,000؟ 60,000 بالارقام، وموجود في الاداره المركزيه وتستطيع ان تسال. هذول راح يصيرون خارج الخدمه. يعني الحديث عن تفليش الحشد من الداخل. الموضوع لا يتعلق بشخص الحاج فالح الفياض. احترامنا يعني ربع الحشد راح يطلع تقاعد. نعم، ولذلك ترى أنه الموقف الآن هو في كيفية تدارك عدم خروج 60,000 مجاهد قدم وما زالت لديه خبرة. هذا ما يفرح به الآخرين اللي هم يدعون إلى حل الحشد ودمجه. هاي راح يصير حل للحشد ودمجه دون إدراك. ولذلك فاعلة ولديها يعني عندهم اعتراضات، عندهم اعتراضات. هم اللي ليل نهار جاي يروجون، مو الطرف الاخر، ناس فاعله داخل اطار التنسيقي. هي المشكله وين؟ انا اعتقد انه قرب الانتخابات وقرب التنافس، والحج الفالح الفياض يدفع ثمن دعمه لرئيس الوزراء. خلي اقولها بصراحه، هذا جزء من دعم وجزء من تحالف في قبال اخر. يعني